قال عبد الحفيظ عودوا إلى الجزائر، عودوا إلى الجزائر لا نريد شيئا. هنا سبيد في بلد المليون شهيد، يخرج الرقيق والغليظ ويتجمهرون يحيى سبيد يحيى سبيد 1 2 3 يحيى عبد المجيد. شوفي الجزائر اليوم صبحت تثير جدل، وين تحط رجلها تقوم قيامة. نعم أنتم في بلدي عبد المجيد الكل ينده لسبيد، نساء ورجال يزغرتون ويحضنونه في الأحضان ويقول نحن عبد المجيد. هنا بصوت الدراجي عودوا إلى الجزائر لتشاهدوا الجزائريات يرقصون بين أحضان سبيد وهو لا شيء، إنه مجرد مؤثر وإنه مزفر يدخل إلى الجزائر بين الأحضان. عودوا هنا ابن الجزائر، هنا ابن الجزائري بسروال مقصي قندريسي عثماني كرغولي مع الأمريكي سبيد محاول ابن الجزائري. يا ابن الجزائر، يا ابن الجزائر، رفعك سبيد يا ابن الجزائر. لا 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 يا ابن سبيد. وضع سبيد الجزائر 1 2 3 فيفا جيري، لكنني أرى ابن الجزائري يجلس هنا بفخامتنا. عودوا إلى الجزائر. وعادوا إلى الجزائر وشاهدوا ما يشاهدون، وسبيد يرقص ببلد عبد المجيد تبون بحركة سيكسية أمريكية ويقول لهم أنا أستهزئ منكم، ما زالون في القرون 17 الوسطى في العبودية. يقدم له ابن يقول له أنت في بلدي الشعب الكشاري عندما كانوا يقدمون الغلمان لكل من حن وبان. هنا قبل. أتريدني أن أقبل هذا الطفل؟ لا أبعده عني، إنه شأن مقذف. وهنا أبناء الجزائر يقبله تاني. هل أنت متعودة؟ دايما أوه ماي جاد. ألا تعرفون نحن الجزائر هي نساؤنا تقول لك سبيد أنت في بلدنا، عودوا إلى الجزائر. أنا أبا الطعراجي فوجده في الشارع. أتعرفني؟ لا. شكون انت برك؟ تحيا الجزائر، لا إله إلا الله، والشهيد رحمه الله. فسبيد اندهش سبيد. وهكذا كانت الأجواء في مصر كذلك، وأظهروا أنهم ما زالون يعيشون في العبودية. وأنت يا مغربي تقول لماذا يكرهوننا ويحقدون؟ أنا بك في الجزائر. هل أكلت يوما البيتزا؟ هذا جام. جام، كيف الحال؟ نرحب بك. هل أكلت البيتزا يوما؟ ما هي البيتزا؟ نعم بيتزا جزائرية. هل هذه بيتزا؟ نعم اصبر برك. ولو سمعك الإيطاليان سيقولون ما بوركا ميزيريا. ماذا هذه البيتزا الجزائرية هكذا ملسة؟ نعم، قليل من البومودورو وكثير من العجين، تذوقها. نحن الجزائر برك. ماذا تقول؟ صورني. ماذا تقول؟ صورني. تشقال صورة برك. وانت بقولها من الصباح. هذا جاك، هذا وريد. شنو هذا؟ هذه أكلة، هذه بسطيلة. لا احنا ما عندنا طاجين، ما عندنا. شنو هذه؟ أكلة عبد المجيد طب. لا إله إلا على اسمها مليحة برك، ما عندها سمية. كول مليحة. واش راك؟ كان غير حداوتي يقول لي واش راك؟ بخير. هذه انقطعت الكهرباء. نعم انقطعت، وتجمهرت الجماهير وانقطعت الكهرباء وتجمهرت الجماهير. أنت في بلد عبد المجيد تبون فالكل مغبون. نعم سبيد، أخرج الغليظ والرقيق يقولون سبيد يحيى عمي سبيد. نعم، وألبسه اللباس الجزائري يظن أنه مبعوث من ترامب، وسيشاهد ترامب ويقول أوه ماي جاد. ونساؤهم تسبيد اوت. ومنهم من ينبح، والله العظيم ينبح. هاو سبيد، هاو سبيد. اسمعوا في الآخر هاو. وتبينينو كان تورينو فليبا انت. عطاوه يغسل في البراد. مسكين سبيد هذا غادي. انا ما كنتش باغي نهضر كاع على هذا الشيء هذا اللي وقع في الجزائر، ولكن فاش شفت هذا الفيديو هذا عقلي حبس. نعم انا عندي البراد جاني من الرباط،
كيما الزليج، البسطيله، القفطان، المهم معذره على الزايد، ما هي الزايده، راني صح راح نحكي على البراد. اوكي دونك البراد هذا كي جا من الرباط شرحوا لي، قالوا لي هذا دير به لاتاي، ما ديرش به حاجه اخرى، باسكو انا كنت راح ندير به حاجه اخرى. فهموني قالوا لي فوالا دير تاي وتحط النعناع من بعد فيه، ومن بعد هذا البراد تستعملوه باش تصب لاتاي. سوف كي جا هذا المؤثر الامريكي للجزائر، الناس اللي استقبلوه ما عطاولهمش المود دومبلوا اللي عطاه لي المخزن، باسكو المخزن هذا يشرحوا لي ما يخليونيش نتبهدل. اخر قال له اتس تراديسيون في الانجليزيه تاع جدنا النكد، اتس تراديسيون. واش تراديسيون هذه ما نعرفهاش انا صديقي. البراد يستعمل لسقي الشاي بالنعناع ايديالمون. شكون قال لك البراد يغسلوا به؟ ومنين جات هذه اتس تراديسيون؟ منين جات التراديسيون هذه؟ ما انا والله ما نعرفها صراحه. انا البراد من بكري نعرفوا يديروا به لاتاي. هما الصراحه كينقلوا الحاجه، غير هما فاش كينقلوها ما كيصرعوهاش. واش كاين شي واحد كيوكل شي واحد في عمره 50 عام؟ السيد قداش تبارك الله ركا به قداش، وقال لك جالس كيوكلوا شنو كيوكلوا بعدا الطريقه اللي كيوكلوا بها والحجم اللي عطاه ياكل، باش كتعرف انهم بينهم وبين الكرم راه غير الخير والاحسان. قطع واحد شويه وعطيه ياكل. والله حتى مبهدلين قسما بالله الا مبهدلين، فيما مشيتو كتبهدلوا برواحكم اصاحبي. هاي شد روحكم مليح. No. Why you keep saying no? Oh, baby! Hey, get these up, people! Man! أنا عايز أقولكم مبسوطة الله كده. واش قلت لكم رحنا بلاد الشرفه ولا لا؟ قلت لكم ما نجاوبوهمش، راه ربي غادي يعطيها لهم على قد نيتهم. ودار عقلو ملي وصل للمغرب، ترى شي واحد قال ليه راه المغاربه ما عزيزش عليهم داك التنقاز وداك التبريش. هذا ما يكون غير حكيمي هو اللي قال ليه، هو اللي صاحبو كيهضر معاه. هيكون قال ليه جيتي في رحله عبر الزمن من الجاهليه للحضاره. برافو المغاربه، خليتوه جا عادي في المطار بحالو بحال كاع المشاهير اللي جاو زاروا المغرب، وبالخصوص الدراري الصغار عندك ديروا داك الشوهه اللي داروا الاخرين. استغفر الله، ما تنمر انا بس يعني استغفر الله.